مواطنينا بالخارج، مرحبا بكم في ومضة ديوانية جديدة نتناول فيها موضوع الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار العودة النهائية لفساغ، واللي نحاولوا من خلالها أن نجاوب على مختلف تساؤلاتكم. شكون عنده الحق في الافسير؟ شنو نجم نجيب في إطار النظام هذا؟ شنو حكاية الكرهبة الثانية؟ وكيفاش نحضر الملف متاعي؟ يسمح نظام العودة النهائية للتونسي المقيم بالخارج أنه يورد الأثاث والأمتعة الشخصية إلى جانب وسيلة النقل إذا تتوفر فيه الشروط التالية: أنه يكون حامل الجنسية التونسية وعمره على الأقل 18 سنة بتاريخ العودة النهائية، أنه ما يكونش تمتع بالنظام هذا في السابق، على خاطر كما نعرفوا الافساغ مرة واحدة في العمر وغير قابل للتجديد. الشرط الرابع يتعلق بمدة الإقامة لا كونديسيون دو سيجور، وهوني نفرقوا ما بين حالتين. بالنسبة لتوريد الأثاث والأمتعة الشخصية يشترط في المعني بالأمر أنه يكون قضى مدة إقامة بالخارج ما تقلش على العام، وما يكونش خلال العام هذا قضى أكثر من 120 يوم بتونس. أما بالنسبة لتوريد السيارة فمدة الإقامة المطلوبة بالخارج هي 2 متتاليتين 2 années successives، وما يكونش طالب الامتياز قضى خلال كل سنة منهم أكثر من 120 يوم بالبلاد التونسية. ناخذ مثال: فلان يعتزم الدخول إلى البلاد التونسية في 15 أكتوبر 2016. التاريخ هذا باش يكون آخر دخول ليه للبلاد التونسية قبل ما يقدم مطلب الافساغ متاعو. لاحتساب مدة الإقامة المطلوبة بالنسبة للسيارة يلزم يرجع في الهيستوريك ال 15 أكتوبر 2015 بالنسبة للعام الثاني، وال 15 أكتوبر 2014 بالنسبة للعام الأول، ويتأكد من أن الفترات المقضاة بالبلاد التونسية ما تجاوزتش 120 يوم بالنسبة لكل عام. لذلك يلزم يقوم بعملية حسابية للأيام اللي عداها في تونس بالاعتماد على أختام الدخول والخروج الموجودة على صفحات الباسبور متاعو. على سبيل المثال، إذا في العام الأخراني عدى في تونس 43 يوم في الصيف و19 يوم في مارس وجمعتين في رأس العام، يكون مجموع الأيام المقضاة بالبلاد التونسية 76 يوم، مع العلم وأنه ما يتمش احتساب يوم الدخول وكذلك يوم الخروج. إذن يكون المجموع النهائي في المثال متاعنا 70 يوم اللي هو أقل من 120. ونفس العمليات الحسابية نعودها بالنسبة للعام الأول. لكن إذا فلان اعتزم الانتفاع بالافساغ متاع الأمتعة والأثاث فقط، شرط الإقامة في الحالة هذه محدد بعام واحد مع احترام نفس القواعد. نبدأ بالأثاث والأمتعة الشخصية، فاش تتمثل وقديش قيمتها؟ عموما هي تجهيزات اللازمة لتعمير الدار كيما بيت النوم وبيت الصالة والإلكتروميناجي، إلى جانب الأغراض الشخصية كيما الملابس والبيسي بورتابل وغيرهم. وبطبيعة الحال ما تدخلش في نطاق الافسار الأشياء ذات الصبغة التجارية من حيث العدد أو الكمية، إلى جانب التجهيزات ذات الاستعمال المهني أو مواد البناء كيما الزليز والرخام والبيبان والشبابك والسانيتير. ما يعادل 30,000 دينار تونسي هي قيمة الأثاث والأمتعة الشخصية بالخارج اللي تنجموا توردوها من برا كما تنجموا تقتنيوها من تونس أو تاكس وبالعملة الصعبة، مع العلم وأن مصالح الديوانة بإمكانها في بعض الحالات الاعتماد على فواتير الشراء اللي تقدموها لتحديد قيمة الأدباش. وسيلة النقل الموردة في نطاق الافسار تنجم تكون كرهبة، شاحنة خفيفة، كاميونات وفورغونات أو دراجة نارية. الدراجة النارية ما تخضعش لشرط السلم على عكس الكرهبة والشاحنة الخفيفة،
اللي عمرها ما يلزمش يفوت بتاريخ التوريد ال5 سنوات à partir de la date de première mise en circulation المنصوص عليه بالكارت غريز. شرط ثاني يخص الشاحنة الخفيفة فقط ويتعلق بوزنها الجملي اللي ما يلزمش يفوت 3 طرنت ونص. في خصوص الإعفاء الجبائي الممنوح عند توريد وسيلة النقل بمناسبة عودتكم النهائية، بإمكانكم باش تختاروا بين أحد النظامين: الإعفاء الكلي أو الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، la franchise totale ou partielle des droits et taxes. نظام الإعفاء الكلي يعفي طالب الامتياز من خلاص كافة المعاليم والأداءات المستوجبة على وسيلة النقل اللي يقع تسجيلها في إطار النظام هذا بالسلسلة التونسية نونتا RS، وتبقى وسيلة النقل خاضعة لشرط عدم التفويت فيها لمدة غير محددة، التحجير اللي نلقاوه منصوص عليه على شهادة التسجيل المسلمة من قبل مصالح النقل البري. الكرهبة في الحالة هذه ما ينجم يسوقها كان المنتفع وإلا القرين متاعو والوالدين والأبناء بناء على ترخيص مسبق. الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات الديوانية يسمح بتسجيل السيارة بالسلسلة التونسية العادية تونس، وعلى عكس الإعفاء الكلي النظام هذا يخول لصاحب السيارة أنه يفوت فيها عن طريق البيع أو غيره. اختيار الانتفاع بالإعفاء الجزئي يستوجب دفع نسبة 25% أو 30% من مجموع الأداءات والمعاليم الموظفة على السيارة حسب المعايير التالية: 25% بالنسبة للسيارات السياحية انرجي اسانس واللي ما تفوتش السيلندري متاعها 2000 سنتيمتر كوب، وكذلك السيارات ديزل اللي السيلندري متاعها ما تتعداش 2500 سنتيمتر كوب، ودفع نسبة 30% من لي دغوا تاكس بالنسبة للسيارات السياحية اللي تتجاوز سعة الاسطوانة متاعها القيم اللي ذكرناها. الشاحنات الخفيفة وكذلك الدراجات النارية تخلص 25% بقطع النظر على سعة الاسطوانة متاعها. مواطن تونسي مقيم بالخارج تمتع بالإعفاء على سيارة في نطاق العودة النهائية بعد الزواج. القرين متاعو أيضا تونسي ومقيم بالخارج ما تمتعش بالامتياز هذا. ألندرا ما عادش عنده الحق في الإفسير؟ التنقيحات اللي تم إدخالها على أحكام النص المتعلق بضبط الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج واللي كانت فيما قبل تسند سيارة واحدة في نطاق العائلة un seul véhicule par foyer. التنقيحات الجديدة هذه تمكن القرين اللي تتوفر فيه نفس الشروط اللي كنا شفناها من الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة على سيارة حسب الشروط التالية. حسب الأمر الحكومي 1343 لسنة 2016 بإمكان القرين باش يختار إما أنه يورد السيارة من الخارج حسب نفس الشروط المتعلقة بالعمر والوزن، وفي الحالة هذه تتسجل السيارة بالسلسلة نونتا RS مع تحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة، أو أنه يشري السيارة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل من عند أحد وكلاء البيع المرخص لهم بالبلاد التونسية. وفي الفرضية هذه القرين مخير بين الانتفاع بالإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات avec immatriculation RS أو الانتفاع بالإعفاء الجزئي مع تسجيل السيارة بالسلسلة العادية وإمكانية التفويت فيها. للانتفاع بامتيازات العودة النهائية يلزمنا نقدموا ملف المصالح الديوانة، نشوفوا مع بعضنا شنو هي الوثائق المطلوبة وين ووقتاش نصب الدوسي متاعي. يتكون ملف الإعفاء على الأثاث والأمتعة الشخصية وكذلك الملف الخاص بالإعفاء على وسيلة النقل من تصريح ديواني une déclaration en douane ومطلب امتياز جبائي، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية اللي تشاهدوها على الشاشة. الأثاث والأمتعة الموردة يقع تسجيلهم بالتفصيل على الفورمولير اللي تنجموا تيليشارجيوه من موقع الويب للديوانة. بالنسبة لملف السيارة يقع إرفاقه بنسخ من الوثائق التالية: شهادة التسجيل وإلا لي كونترا سكسيسيف باسم المنتفع، لا فاكتور داشا بالنسبة للكراهب اللي عمرهم أقل من 6 أشهر على دات دامبورتاسيون، شهادة المعاينة لانكس 5 المسلمة من عند سيرفيس دي مين، وأخيرا رخصة الجولان اللي تتسلموها من عند مصالح الديوانة وقت اللي تدخلوا بالكرهبة للبلاد التونسية. اون فوا حضرتوا الوثائق متاعكم تصبوا الملف الخاص بالأثاث والأمتعة بمكتب الدخول، يعني مكتب الديوانة اللي وصلت فيه الأمتعة. أما بالنسبة لملف السيارة فيقع إيداعه إما بالشباك الموحد وإلا بالبيرو دو راتاشمون اللي هو أقرب مكتب جهوي بالنسبة لعنوانكم.
واخيرا نذكركم انه الاحكام الجديده المتعلقه بضبط الامتيازات الممنوحه للتونسيين بالخارج تمكنكم من اجل العامين باش توردوا من البرا والا تشريوا من تونس اونور تاكس الاثاث والامتعه الشخصيه ووسيله النقل. اجل العامين هذا يتم احتسابه بدايه من تاريخ العوده النهائيه، يعني تاريخ آخر دخول لكم للبلاد التونسية اللي يسبق مباشرة تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ تحديد العودة النهائية اللي تنجموا انتم بيدكم تتحصلوا في شأنه على موافقة من الإدارة الجهوية للديوانة المختصة ترابيا. قرار تحديد تاريخ العودة النهائية La décision de fixation de la date du retour définitif تمكنكم مجددا من الدخول والخروج للبلاد التونسية. بالتالي التحركات الحدودية هذه ما يتمش أخذها بعين الاعتبار عند احتساب مدة الإقامة المطلوبة. مواطنينا خارج حدود الوطن، نتمنى أنكم حققتوا الاستفادة من المعلومات اللي قدمناها لكم. عودة نهائية موفقة للجميع وإلى اللقاء.